بيبدأ فيلمنا مع شلة بنات في مدرسة ثانوي قاعدين يشربوا سجاير كده، وفجأة بيبصوا كلهم على بنت اسمها مين، وبتبقى لسه جاية المدرسة جديد، وبيبقى طالع سمعة عليها كده إنها سابت مدرستها بسبب التنمر، فبيقرروا يروحوا يتنمروا عليها شوية. بس لما بيتجمعوا حوالينها وبيحاولوا يضايقوها بيلاقوها عمالة تضحك، وطبعا دي حاجة بتستفزهم. فبتقول لها قائدة المتنمرات إنها عرفت إنها هربت من مدرستها القديمة بسبب التنمر، وبتطمنها وبتقول لها إن الضرب اللي ضربته في مدرستها القديمة هيبقى لعب عيال بالنسبة للي هتعمله فيها. فمين بتقول لها إنها فعلا هربت من مدرستها القديمة بسبب التنمر، ولكن محدش قال إنها كانت الضحية. وابتسامة مين الشريرة كانت آخر حاجة البنات دي شافوها. وعلشان نفهم بقى حكاية مين لازم نرجع للبداية خالص، وبنعرف إن من وهي في ابتدائي كان عندها هواية جميلة جدا، وهي إنها تشوف المتنمرين اللي في المدرسة وتضربهم وتعلمهم الأدب. وده لأن باباها مدرب فنون قتالية، ومن وهي طفلة احترفت التايكوندو والكاراتيه. وبرغم ان باباها طلب منها كتير ما تضربش اي حد، ولكنه برضه بيبقى فخور بيها الصراحة، علشان متأكد ان بنته مش هتضرب حد غيره وهو فعلا يستاهل الضرب ده. وبنعرف ان باباها علمها الفنون القتالية دي علشان تحمي نفسها لو حصل له حاجة، وده لان مامتها مريضة وفي غيبوبة بقالها كتير قوي، ومش عارفين هتفوق منها امتى. بس للأسف اللي باباها كان عامل حسابه حصل، وفي يوم مين وباباها كانوا راكبين العربية وعملوا حادثة، بس كأن اليوم ده اتجمعت فيه كل مصايبها. وده لان باباها مات في الحادثة، ولما اتنقلت للمستشفى علشان تعمل عملية ويلحقوها مامتها برضه ماتت في نفس الوقت. ولما مين فاقت من العملية ما كانتش مصدقة ان باباها ومامتها ماتوا في نفس اليوم. بس خالتها ما قدرتش تسيبها كده لوحدها، وعلشان كده قررت تتبناها وتربيها في بيتها زي بنتها بالظبط. بس برضه مين فضلت مستمرة على هوايتها، ولما دخلت المدرسة الإعدادية دورت على المتنمرين اللي في المدرسة واديتهم علقة موت. بس الموضوع بقى ما بقاش مرة ولا اتنين، ولكن بقى لتالت مرة في نفس السنة خالة مين بتيجي تتأسف لمدرسة مين في المدرسة، واللي بيبقى اسمها جين، وده علشان ما تعملش في مين بلاغ عنف مدرسي. وبتكون جين تعبت من مين جدا، وعلشان كده بتقرر تسيب المدرسة كلها بسببها. وده لأن لو اتعرف إنها بتسامحها بعد العنف اللي بتعمله ده ممكن تتحول هي نفسها للتحقيق وتخسر مهنة التوظيف بشكل نهائي. وفعلا جين بتسيب المدرسة وبتكون قررت تبدأ تدريس للمرحلة الثانوية، وهو برضو الطلبة بيكونوا كبروا وتقدر يعني تتكلم معاهم وتنصحهم كده بالعقل. وبتعدي السنين وبتدخل مين للمدرسة الثانوية وبتختار كرسي تقعد عليه، بس فجأة بتلاقي شاب وسيم اسمه جي بيقعد جنبها، وبكل هدوء بيحط راسه على الترابيزة اللي قدامه وبيديها في النوم. المهم بتحصل مفاجأة بتخلي مين فرحانة جدا، وده لأنها بتعرف إن مدرستها في الفصل هتبقى جين مدرستها في إعدادي. وبتبدأ جين تنادي على أسماء الطلبة علشان تتعرف عليهم لحد ما بتوصل لاسم مين، واللي طبعا ما بتكونش قدرت تنسى اسمها طول السنين اللي فاتت دي. ولما جين بتشوف ابتسامة مين المستفزة بتكون عايزة تخلص على نفسها، ولكن ده مش وقت مناسب خالص إنها تعمل كده. المهم بتتعرف على باقي الطلبة بسرعة وبتخلص حصتها وبتمشي. ولما بيجي وقت استراحة الغدا جي بيصحى من النوم أخيرا، وبيقرب كده من ودن مين قوي وبيقول لها إنه جعان وبيقوم علشان يروح الكافيتيريا. فبتبقى مين مش فاهمة هو إيه الهبل اللي هو عمله ده. بس فجأة بتلاقي بنت اسمها هيري واقفة قدامها بشلة البنات صحابها، وبنعرف إن دول شلة المتنمرات الجداد في المدرسة. ومن غير أي عنف هيري بتطلب من مين تيجي وراها، فبتقوم مين وراها وبتبقى متشوقة جدا تعرف هم عايزين منها إيه. المهم بيدخلوا الحمام وبتطلب هيري كده بكل احترام منها تبعد عن جي وإلا هتخلص عليها في نص المدرسة. فبتضحك لها مين وبتقول لها إنها مش مهتمة بيه أصلا، ويا ريت محدش يدخلها في حوارات، وإلا هي اللي هتخلص عليهم كلهم وفي نص المدرسة. فبتتعصب هيري بقى وبتضرب وش مين بالراحة، وبتقول لها تسأل عنها وتعرف هي بتكلم مين الأول. فبتمسك مين أعصابها بدل ما تموت حد في أول يوم دراسة ليها. بس أول ما بتخرج من الحمام بتلاقي شيك بيوقفها، وبنعرف إن ده أقرب صاحب لجي. المهم إنه بيبقى عايز يطمن عليها لا تكون هيري عملت فيها حاجة، وبيعرفها إن أغلب اللي في المدرسة كانوا مع بعض في مدرسة إعدادي وهيري كانت معاهم. بس لو في معلومة لازم تعرفها هي إن هيري دي بتحب جي جدا، وحبها ليه حب جنوني، يعني ممكن تعمل أي حاجة في أي حد يحاول يقرب منه. وكمان شيك بيعرف مين إن جي شاطر جدا في الضرب، وبرغم طوله وقوته ولكنه مش بيتنمر على حد، ده بالعكس كل المتنمرين بيكرهوه علشان بيقف في طريق
طريقهم دايما. وبما ان في دفعة جديدة دخلت للمدرسة فبيبقى في تقاليد كده كبير المتنمرين شن بيعملها، وهي انه بيجمع طلاب الدفعة الجديدة وبيخليهم يفضلوا يضربوا في بعض، واقوى واحد فيهم بيبقى كبير دفعته وبيبقى واحد من رجالته. وفي الوقت اللي المعركة دي بتحصل فيه بترجع مين لبيتها، وبنعرف ان خالتها فاتحة كده محل حلاقة بسيط. بس مين بتتفاجئ لما بتلاقي خالتها بتحلق لجي، بس ردة فعل مين بتخض خالتها، وبسببها جي بيتعور في ودنه. فبيقوم وقتها بكل هدوء يشكر الست على الحلاقة الجميلة دي وبيديها حساب الحلاقة كلها وبيمشي. وبنرجع بقى لشن من تاني وبنعرف انه اختار طالب اسمه دون علشان يبقى كبير المتنمرين في دفعته، ما شاء الله منصب برضه. وتاني يوم بقى لما بتروح مين المدرسة بتلاقي جي بيكلمها وبيقول لها ما تروحش تقص شعرها عند الست دي تاني لانها عورته، وهي اصلا ست مش موهوبة ابدا. فلما مين بتقول لجي انها اصلا الست اللي مش موهوبة دي خالتها، بيقول لها ده على كده بقى هيروح لها كل يوم علشان تقص له ودانه لانها بتطول بسرعة. فبيفضلوا بقى يضحكوا على خفة الدم دي. ولما الحصة بتخلص هيري بتروح لجي وبتقول له يجي يشرب معاها حاجة، فبيقول لها جي انه موافق وبيعرض على مين تيجي معاهم. فمين بتقول لهم انها مش مهتمة وبتخليهم يروحوا سوا. فبتفكر هيري ان مين خايفة منها بقى، بس جي وهو ماشي مع هيري بيسمع صوت خناق في الحمام، فبيدخل بسرعة وبيعرف ان في شلة متنمرين بيضايقوا شيك صاحبه، فبيقول لهم ان هياخد صاحبه ويمشي بكل هدوء. ولان اغلب الدفعة عارفين جي فبيخافوا منه الا هيوك اللي بيبقى معتبر نفسه خصم جي ومنافسه في الحب كمان، لان هيوك بيعشق هيري. المهم هيوك بيقول له يطلع له لسطح المدرسة في وقت الغدا وبيضربوه في كتفه. ولما هيوك بيخرج من الحمام بيروح ياخد هيري علشان يعزمها على حاجة تشربها، وبيقول لها تنسى بقى الواد جي تماما. وقبل استراحة الغدا مين بتلاحظ ان شيك قاعد قلقان من حاجة، فبتروح تسأله لو في يعني حاجة مضايقاه، فبيقول لها ان مفيش حاجة وبيطلب منها تروح تتغدى، وده لان الاستراحة بتاعة الغدا بدأت. وبيبقى شيك طبعا قلقان وقتها على جي، بس جي مش بيبقى مهتم وبيضحك له ومش بيسمع كلام هيوك اصلا، وبينزل للكافيتيريا عادي علشان يتغدى. بس لما هيوك بقى بيعرف ده بينزل له وبيرمي المعلقة بتاعته على الارض وبيقول له يطلع له على السطح. فبيتعصب جي جدا لانه مش هيقدر كده يكمل اكله، وفعلا بيروح وراه. ولما مين بتشوف المشهد ده بتقرر ما تدخلش نفسها في مشاكل. بس لما جي بيطلع للسطح بعد كده بيلاقي عدد كبير من الطلبة بيهجموا عليه مرة واحدة، وبرضه مش بيبقوا قادرين عليه، وبتبقى خناقة كبيرة المدرسة كلها بتتفرج عليها تقريبا. ولما مين بتعرف ان جي في مواجهة شلة كاملة لوحده بتقرر تساعده، وبتلبس جاكيت التمرين بتاع شيك واللي بيبقى على الترابيزة بتاعته، وبتغطي وشها بكمامة سودا وبتطلع تنقذ جي اللي بيكون تعب فعلا من العدد اللي حواليه، وبتقدر تضرب كل اللي موجودين في اقل من دقيقة، وبتهرب بسرعة علشان محدش يحاول يعرف هي مين. فبيمشي جي لان المفروض كده الخناقة خلصت. بس هيوك بقى اللي بيبقى مغلول جدا وعايز يضربه لسه قدام هيري، وبياخد خشبة وبيهجم عليه بيها، بس جي بيقدر يتفادى ضربته وبيضربه كمان وبيوقعه على الارض، وبيجري علشان يعرف هو مين اللي ساعده ده. بس مين بتكون دخلت الحمام وغيرت ورجعت علشان تحط الجاكيت على ترابيزة شيك، بس شيك بيكون شافها ومش بيبقى عارف هي بتلعب في هدومه ليه اصلا. بس المهم ان مين عملت اللي هي عايزاه من غير ما تتكشف. وبنعرف بعد كده ان المدرسة كلها بالمدرسين عرفوا موضوع المقنع الاسود اللي ضرب المتنمرين، وبتبقى جين متأكدة ان مين دي هي المقنع الاسود، وبتروح علشان كده ليها وبتقول لها ان هي المقنع، وبتعرفها انها هتبلغ عنها لانها زهقت من المشاكل بتاعتها. فمين بتقول لها انها فعلا مظلومة وان لولا تدخلها كان في طالب ممكن يموت من الضرب. فلما جين بتصمم على رأيها بتقول لها مين انها فعلا بريئة وعارفة انها طيبة ومش هتبلغ عنها اصلا، وبتسيبها وبتمشي مش مهتمة. اما شين بقى بيتضايق قوي لما بيعرف ان في حد وقف في وش رجالته، وكمان رجالته ما قدروش عليه، وعلشان كده بيضرب دون وهيوك وبيأمرهم يدوروا على المقنع ده ويعلموه درس ما ينساهوش طول حياته. وبيروح هيوك بقى لهيري وبيعرفها ان قريب قوي هيخلص على جي، فبتضحك هيري وبتقول له انه مش هيقدر يعمل له حاجة. فهيوك ساعتها بيقول لها انه عارف كويس قوي انها معاه بس علشان تحاول تضايق في جي اللي مش معبرها، بس هو خلاص زهق علشان اساسا مش هيبقى في جي تاني. ولما اليوم الدراسي بيخلص شيك بيبقى ماشي مع جي وبيشوف مين، فبيجري عليها وبيعزمها على العشاء معاه هو وجي، فبترفض مين وبتبقى عايزة تمشي، بس شيك بيصمم وكمان جي بيطلب منها تيجي. فبيروحوا بقى لمطعم شيك عارفه وبياكلوا سوا. وفي نص الاكل مين بتسأل جي عن سبب الخناقة اللي اتخانقها من كام يوم دي، فبيقول لها انه مش عارف السبب بس الاكيد انه ما عملش اي حاجة لاي حد. وفجأة بقى تليفونه بيرن فبيطلع يرد عليه، وبتبقى دي هيري وبتطلب منه يجي لها علشان عايزة تتكلم معاه. فجي بيقول لها انه قاعد مع صحابه
صحابه ومش فاضي الصراحة، وبكرة يبقوا يتكلموا في المدرسة. فطبعا وقتها بتتضايق قوي علشان جي مطنشها كده، فبتسيب صحابها علشان ترجع للبيت. ولكن المجنونة في طريقها للبيت بتعدي على المطعم اللي جي فيه، وبتشوفه وهو بيأكل مين في بقها، وبيكونوا قربوا من بعض جدا. وطبعا وقتها مشاعرها بتتجرح، فبتروح للمكان اللي هيوك قاعد فيه مع المتنمرين بتوعه، وبتضرب واحدة من اللي قاعدين بإزاز على دماغها، وبتقول لهيوك انها هتحبه فعلا لو قدر يخلص لها على جي. وبنروح لجي نفسه اللي بيكون ركز في عيون مين واتأكد انها المقنع، ولكنه مش بيواجهها. وتاني يوم بقى بيروح جي لهيري وبيتأسف لها على انه ما قدرش يجيلها، وبيبقى عايز يعرف هي كانت عايزاه في ايه، بس هيري مش بترد وبتسيبه وبتمشي. بس جي اصلا مش بيبقى مركز قوي معاها يعني، فبيرجع لمين وبيحاول يضربها بالبوكس، وبيوقف ايده قدام عينيها بالظبط، ولكن مين مش بترمش حتى، وبتسأله هو عايز ايه يعني. فبيقول لها جي انه كان بيتأكد بس من حاجة، وبيروح بعدها لشيك وبيعرفوا ان مين هي المقنع، وبيطلب منه ما يقولهاش انه عارف سرها. وبالليل بيتصل بيها وبيقول لها انه عايز يجي لها عند بيتها علشان يتكلموا سوا في حاجة مهمة. فبتقول له على عنوان بيتها وبتعرفه انها مستنياه، وبتدخل بعد كده لأوضتها وبتسرح شعرها علشان تبان حلوة بقى، وبنعرف انها تقريبا يعني بدأت تعجب بيه. وفي الوقت ده نفسه هيوك ودون بيروحوا لشيك وبيفضلوا يضربوا فيه لان المقنع انقذ جي، واكيد هو عارف مين المقنع ده لانه اقرب واحد لجي. وعلى ما يتضرب شويه بنروح لجي بقى، اللي بمجرد ما بيقابل مين وبيقعد معاها بيسالها هل هم صحاب، فبتقول له مين انهم صحاب فعلا. فبيقول لها ان هم علشان صحاب فهو هيحافظ على سرها، وبيقول لها تصبح على خير وبيمشي. فبتستغرب جدا هو ليه جه المشوار ده كله علشان يقول الكلمتين دول ويمشي، ولكنها لما بتفتكر لما حاول يضربها بالبوكس الصبح بتفهم كده انه عارف انها المقنع. وتاني يوم بقى لما جي بيروح المدرسة بيشوف وش شيك المضروب، وبيعرف ان هيوك وصحابه علموا عليه علشان كانوا عايزين يعرفوا مين المقنع الاسود، ولكنه معرفهمش انها مين. فبيتعصب جدا وبيروح لهيوك الفصل وبيفضل يضرب فيه هو واللي معاه. بس دون بعد كده بيجي وبيشيلهم من تحت ايده، وبيعرفوا انه مش هيضربه في الفصل، ولكن لو هو عايز يعمل بطل بقى فممكن يسأل شيك صاحبه عن المكان بتاعه ويجيله بعد المدرسة. اما مين بقى فبتسأل شيك على اللي حصل له برضه، وبتبقى عايز تعرف مين اللي ضربه وليه. فبيقول لها انه عادي يعني قابل بلطجي في طريقه للبيت وضربه، وبيسيبها وبيمشي علشان ما يتكلمش اكتر من كده. وبعد المدرسة بقى بتبقى عايزة تعرف جي رايح لفين، فبيقول لها انه رايح عادي لصحابه من المدرسة الاعدادي، فبتقول له انها عايزة تيجي معاه، فبيرفض تماما وبيقول لها ان القعدة هتبقى كلها ولاد فمش لازم تيجي. فبتبقى مين وش كده عارفة انه بيكذب وانه رايح يتخانق، بس مش بتقدر تعدي حدودها وبتسيبه يمشي هو وشيك. المهم شيك بيبقى عارف ان دون وهيوكو المتنمرين موجودين في مصنع مهجور، ولما بيوصلوا جي بيطلب من شيك يمشي هو علشان ما يتأذيش، ولكنه بيقول له انه مش هيسيبه لوحده ويمشي. ولكن جي بيبقى مصمم وبيقول له ما يقلقش عليه لان محدش اصلا هيعرف يعمل له حاجه. ولما جي بيدخل بعد كده بيلاقي دفعه اعدادي بتاعته كلها جوه مستنيينه، بس هيوك بيبقى عايز يضربه بنفسه، ولكن بعد محاولات كتير هيوك مش بيقدر برضه على جي وبيتهان قدام كل الموجودين. وعلشان كده دون بيأمر كل اللي موجودين يهجموا على جي وكمان يستخدموا عصيان خشب. فجي بيبقى فعلا شاطر في الضرب وبرغم كل العدد اللي قدامه ولكنهم برضه مش بيقدروا عليه. بس دون بيبقى مخطط برضه لكل حاجه، وكل اللي هو كان عايزه ان جي يتعب بس شويه. وفعلا بيستغل ان جي تعب وبيفضل يضرب فيه بمنتهى انعدام الشرف، وبيدي الاشاره بعد كده لهيوك ياخد حقه، ما هو برضه واحد من رجالته. وعلشان كده هيوك الضعيف بيفضل يضرب في جي وكان هيموته لولا ان دون وقفه. وقبل ما يسيبوا المكان بقى وبيمشوا هيري بتروح تصور جي في الحاله الصعبه اللي هو فيها دي، وبتبعتها لمين وبتقول لها تدور عليها. فبتجري مين في الشارع زي المجنونه وبتتصل بشيك علشان تعرف منه مكان جي، بس لما شيك بيرفض يعرفها بتبعت له صوره جي وهو مضروب وبتقول له يعرفها فورا علشان يلحقوه. وفعلا شيك بيقابلها وبيروحوا للمصنع سوا وبيتصلوا بالاسعاف علشان يلحقوه، ولان المفروض حد يروح معاه بتطلب مين من شيك يروح هو لان هي عندها حاجه مهمه لازم تخلصها. وبتتصل بهيري بعد كده وبتسالها هي فين، فهيري بتفضل تضحك وبتقول لها انها مش هتقول لها غير لما تتحايل عليها شويه. فمين بتكون سمعت صوت الاغاني اللي حواليها وعرفت انها كده في مركز الكايروكي، فبتقفل في وشها وبتروح لها. ولما هيري بتشوفها بتقول لها انها مستعجله قوي على اللي هيحصل فيها ليه وبتقرب منها علشان تضربها، بس مين بتدي لهيري بوكس واحد كان كفيل يوديها لسبع نومه في اقل من ثانيه. وطبعا مش بتمشي غير لما بتسلم على صحابها برضه، وبعدها بتروح المستشفى الجي وبتعرف من شيك ان الدكاتره لحقوه، بس محدش عارف هو هيفوق من الغيبوبه دي امتى لان الضرب كان جامد على دماغه. فبتطلب من شيك يجي المدرسه بكره بجاكيت التمرين بتاعه، فبيفهم انها عايزه تنتقم لجي. وتاني يوم فعلا بتاخد الجاكيت من شيك وبتلبسه وبتلبس الكمامه السوداء. بس وهي طالعه لسطح المدرسه بتقابلها جين، بس قبل ما جين
تتكلم مين بتترجاها تسيبها المرة دي بس علشان تقضي على التنمر في المدرسة دي. والغريب ان جين مش بتبقى معترضة اصلا، وبتقول لها ان هي كمان هتدعمها في كل اللي تعمله. وبيروح بقى شيك لهيوك اللي بيبقى قاعد مع صحابه ومبسوط جدا باللي عمله في جي، وبيديله ورقة وبيعرفه ان المقنع الاسود مستنيه على سطح المدرسة. فبيطلع هيوك ودون وكل المتنمرين لسطح المدرسة، وبتبقى مين قصده تقلع الكمامة علشان تعرفهم انها اللي هتقضي عليهم هي بنت. وبمجرد بقى ما بتلمس الكمامة محدش من المتنمرين بيشوف ضرباتها، هم بس كده بيحسوا بيها قبل ما يقع على الارض. حتى دون نفسه برغم انه اقوى واحد فيهم ولكنه ما كانش عنده اي فرصة قصادها. المهم ان مين بتحس انها برضه ما انتقمتش بشكل كافي، وعلشان كده بترجع تاني لهيوك وبتفضل تضرب فيه لحد ما بتكسر له اسنانه. وبعد اللي حصل ده كان لازم مين تسيب المدرسة علشان المشاكل تمشي معاها. وبنعرف بعد كده ان جي فاق من الغيبوبة بمعجزة ورجع تاني للمدرسة اللي بقت اهدى بكتير بعد ما كل المتنمرين اختفوا بسبب خوفهم من اسطورة المقنع الاسود. المسلسلات الكوري بالذات المدرسية يعني والحاجات دي يعني اثبتت لينا ان فعلا العنف بيتم القضاء عليه بالعنف، مع اني ضد الظاهرة دي. يعني انا بشوف ان العنف او اي حاجة غلط بيتم القضاء عليها بالقوانين الستريكت، لان العنف مش بيولد غير عنف، فاحنا لو قضينا على العنف بالعنف هيتولد عنف تاني. فاهميني ولا لأ؟